تعرف على سيادة الفندم؟ سامر أبو وردة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الشعبية العربية تمرد تحت التأسيس. أستاذ سامر، وأنت في قلب قناة السويس الجديدة، انطباعاتك إيه يا فندم؟ انطباعاتي حاسس بإحساس لا يوصف من الفخر والاندهاش بصراحة يعني إنجاز. يعني قناة السويس عمل هندسي، حفر قناة السويس الجديدة في الزمن القياسي ده عمل هندسي يعني هيفضل يدرس في كل كليات الهندسة في العالم. حضرتك شايف إن ده حصاد لثورة 30 يونيو، اللي أنتوا حملة التمرد كنتوا أحد أهم الداعين ليها وأحد القيادين لثورة 30 يونيو؟ ده حصاد طبيعي وحق مشروع الشعب المصري ان هو في التنمية المستدامة، في المشاريع اللي بتدر عائدات. يعني مشروع قناة السويس ده مشروع يضاهي السد العالي، يضاهي مشروع الحفر الأول لقناة السويس الأولى. كان لازم نفكر خارج الصندوق، لازم ندور على أفكار غير تقليدية، لازم ندعم الموازنة بتاع حاسين يعني بإنجاز غير عادي، فخر. احنا مقبلين على مؤتمر اقتصادي ان شاء الله خلال 48 ساعة تبتدي فعالياته في مدينة شرم الشيخ. زيارة النهاردة كانت ضمن مجموعة من الفعاليات قامت بها الحركة للترويج للمؤتمر الاقتصادي. بدأنا بمؤتمر من حوالي شهر، كان تحت عنوان شارك استثمر مصر أكبر. 3 مجموعة من الفعاليات الإلكترونية. بعد كده من يومين كان عندنا مؤتمر في احدى المراكب العائمه في النيل، والنهارده بنختتم فعاليات ترويجيه للمؤتمر الاقتصادي. رسالتك للشعب المصري؟ كان بيقول العمل ما اوعد به او العمل هو كل ما املك. رسالتي للشعب المصري ان مصر بتقدم، مصر بتتغير في عمل على الارض، عمل قوي. كل الناس تفضي وقتها وتيجي تشوف علشان تكتسب باور اضافي، تكتسب عزيمه، تكتسب طاقه ايجابيه. البلد بتتغير ومحتاجه الكل يتكاتف، ومحتاجه نكون على قلب رجل واحد. بجد دي معاني جميله جدا مش هيحسها غير في الاماكن اللي فيها عمل